طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. سأعرض عرضا سريعا للاحتلال الفرنسي لمصر وتولية محمد علي، دور المعلم يعقوب الذي شكل فرقة من أقباط مصر والأجانب المقيمين في مصر لدعم الثورة الفرنسية على أرض مصر، لدعم حركة الاحتلال الفرنسي على أرض مصر. أيضا سأحاول أن أعرض لتولية محمد علي لمصر حفر قناة السويس وأزمة الديون. وطبعا الهدف كي ندرك أن الحرب الصليبية المعاصرة اليهودية ما هي إلا امتداد للحروب الصليبية القديمة. الاحتلال الفرنسي لمصر هو امتداد لحملة لويس التاسع في 5 يونيو سنة 1249 ميلادي، وكان على رأس الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. وصلت الحملة في 19 مايو سنة 1798. لا آسف، أقلعت من ميناء طولون في فرنسا في 19 مايو 1798. وصلت إلى الإسكندرية في أول يوليو سنة 1798. العجيب أنها وصلت القاهرة في 24 يوليو سنة 1798. هل هنالك علاقة بين التاريخ الذي اختاره الثوار لانقلاب يوليو سنة 1952 والغزو الفرنسي لمصر ووصوله إلى القاهرة في 24 يوليو سنة 1798؟ مسألة تحتاج إلى بحث، خاصة إذا أدركت أن شعار المصري اللون الأحمر واللون الأسود واللون الأبيض، وده الشعار أو البج اللي كان بيعتبره الفرنسيون اللي يحمله يبقى ده يعني يأمن على نفسه من أبناء الاحتلال الفرنسي. مقاومة شديدة من أبناء الشعب المصري، جرح كليبر ومينو، وكاد بونابرت أن يقتل. طيب لماذا لم تستمر المقاومة؟ نفاذ الذخيرة، وأيضا قطاع من الأمة خدع بمنشور الاحتلال الفرنسي. لما نرجع لكتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي نقرأ المنشور الذي أصدره نابليون بونابرت باللغة العربية. لما تقروا المنشور ده تتصوروا ان نابليون بونابرت أصبح مسلما، وان الفرنسيين دول ناس مسلمين، وانهم جايين لنصرة دين الله عز وجل، وهم في الحقيقة أعداء الإسلام. المنشور في الجزء الثاني صفحة 182 المنشور الفرنساوي: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية، السير عسكري كبير أمير الجيوش الفرنسوية بونابرت يعرف أهالي مصر جميعا أن من زمان مديد الصنادق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسوية، ويظلمون تجارها بأنواع الأذى والتعدي. أخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأبازة والجراكسة يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها. رب العالمين القادر على كل شيء فإنه قد حكم على انقضاء دولته. يعني المنشور بيقول إيه بعد ما رفع شعار الإسلام؟ إنهم مش جايين لاحتلال مصر أو لحرب المصريين او لضرب الخلافة العثمانية، انما جايين عشان مين؟ المماليك.
لأنهم يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنسية. ثم يقول المنشور: يا أيها المصريون يا أيها المصريون، قد قيل لكم أنني ما نزلت بهذا الطرح إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. شوف أنا بجيب ربطنا رجال عشان أزيل الدين بتاعكم، فلا تصدقوه. وقولوا المفترين أنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين. يعني في الغرب والاحتلال الفرنسي زي ما النظام الدولي الجديد جاي في الصومال علشان يغيث اليتامى والجعانين، زي ما يتدخل في بلاد العالم العربية والإسلامية في العراق على سبيل المثال، قال جاي لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. ده كلام جميل يقول الكلام ده. شوفي نظر يرفع شعار الإسلام، قال يحترم النبي الكريم والقرآن العظيم، وجاي عشان يقيم العدل على أرض مصر. وقولوا أيضا لهم أن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعض هو العقل والفضل والعلوم فقط. ثم هذا حاول في آخر المنشور: قولوا لأمتكم هم أيضا مسلمون مخلصون. شوفوا بقى ليه استطاع يخدروا مشاعر جزء من أبناء الأمة. نابليون فرض بإيه؟ مسلم، والعساكر الصليبيين جايين يرفعوا شعار الإسلام. مصيبة دي، يعني دي المصيبة. زي ما جاء النظام الدولي الجديد يرفع شعار تحرير العراق، تحرير الكويت، والقضاء على حكم الطاغية المستبد، وتحرير العالم العربي من قبضة صدام حسين. طبعا هنا قولوا لأمتكم إن الفرنسية هم أيضا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام. ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكوالميرية الذين كانوا يزعمون الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين. على كل حال في آخر المنشور إيه؟ ومع ذلك الفرنسوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني، وأعداء أعدائه أدام الله ملكه. يعني بيعلنوا الآن أنهم ليسوا ضد الخلافة الإسلامية، أنهم مسلمين، أنهم أصدقاء للسلطان العثماني، أنهم ما جاءوا إلا لتخليص مصر من يد الظالمين. هذا الذي الفرنسي، وإن كان هذا لم يمنع من مقاومة شديدة قادها الأزهر طيلة 3 سنوات كما سنعرض بعد صلاة المغرب، وفي إثرها خرج الاحتلال الفرنسي من مصر. المنشور الفرنساوي اقترن في نهايته بتهديد ووعيد. منها ان جميع القرى التي يمر بها العساكر الفرنساويين لابد وان تنيب عنها من يقدم فروض الطاعة والاستسلام بين يدي قوات الاحتلال الفرنسي، وان اي مقاومة اي قرية في المادة الثانية من المنشور تقاوم القوات الفرنسية تحرق بالنار. اي قرية تقاوم القوات الفرنسية تحرق بالنار، زي ما بيحصل في البوسنة والهرسك الان على ايدي الصرب الكرام. كل قرية لكي تأمن على نفسها لابد وأن ترفع راية الاستسلام، كما كلفت المسؤولين بختم جميع الأرزاق والبيوت والأملاك، يعني التحفظ على أملاك زعماء الأمة. وفي النهاية بعد التهديد والوعيد خاطب المنشور شعب مصر قال له: احمدوا ربنا انه ارسل لكم الفرنسويين
علشان يخلصوكم من حكم الظلم. طبعا الكلام ده شيء أدعو إلى الضحك. في النهاية أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي، ولعن الله المماليك، وأصلح حال الأمة المصرية. لعنكم الله في الدنيا والآخرة يا أعداء الإسلام. الذي يتتبع تاريخ الحملة الفرنسية على أرض مصر يدرك أن الشعب المصري ما توانى لحظة واحدة في جهاد الفرنسي، كان يعتبرونها أنها حملة صليبية. والذين قادوا المصريين المسلمين لحرب الفرنسيين هم علماء الأزهر، هم علماء الأزهر. ولعلكم تذكرون ما تسمى بثورة القاهرة الأولى والثورة الثانية، وهي ما كانتش ثورة ولكنها كانت حركة جهاد إسلامي بمعنى الكلمة، لدرجة أن حركة الجهاد حالت وبين الجنود الفرنسيين من الدخول في شوارع القاهرة والمدن، مما اضطر نابليون أن ينصب المدافع في القلعة ويوجهها ناحية الأزهر. إذن شعب مصر رغم ظروف القاسية، رغم انه كانت احواله المعنوية والعقدية تعبانة، الا انه كان بمجرد ما تعرض للعدوان انطلق المسلمون يجاهدون اعداءهم ويقودوا في ذلك. ولذلك انا عاوز اقول ليه هنا حته الازهر، لان الانجليز ادركوا ان الازهر مركز المقاومة، ان علماء الازهر مركز المقاومة، ان الاسلام هو العنصر الذي لا يمكن التصدي له. ومن هنا كانت المؤامرة الانجليزية على التعليم الازهري ومؤامرة الثوار على التعليم الازهري ايضا وعلى علماء الازهر. انا اذكر عناوين رئيسية فيما يتصل بالاحتلال الفرنسي لمصر. المجاهدون من شعب مصر بقيادة مراد وابراهيم يتصدون للغزو الفرنسي عند شبرخيت وامبابة، معركة 21 يوليو سنة 1998. الفرنسيون يخدعون الشعب المصري في بيان لهم. دخول بونابرت القاهرة في 24 يوليو سنة 98. موقعة أبي قير البحرية، نيلسون يضرب الأسطول الفرنسي في أبي قير في أغسطس سنة 1798 ضربة أودت بالأسطول الفرنسي، مما جعل القوات الفرنسية في موقع الحصار داخل مصر. هذه الخطوة من جانب الإنجليز خدعت حكام الدولة العثمانية، فتصوروا أن الإنجليز يسعون لتحرير مصر من قبضة الفرنسيين عن الوجه الله، ونسيوا أن الإنجليز ما كانوا يسعون لتحرير مصر من قبضة الفرنسيين إلا ليلتهموا القطعة منفردين. لكن رغم هذا كما قلت، رغم الاحتلال ظلت الحركة الجهادية لم تنقطع، واخطرها في اكتوبر سنة 1798 التي انطلقت من الازهر، والتي تعرف في كتب التاريخ اسمها ثورة القاهرة الاولى، وهي حقيقة مش ثورة ولكنها حركة جهاد اسلامية، لان الثورات خربت البلاد واضاعت العباد. المهم هذه الثورة وهذه الحركة حركة الجهاد تزعمها مشايخ الازهر. يقول الجبرتي: اصبح الناس متحزبين وعلى الجهاد عازمين، وابرزوا ما كانوا اخفوه من السلاح، وكان لهم صياح عظيم وهول جسيم، ويقولون: نصر الله دين الاسلام. وامتدت هذه الحركة الى جميع انحاء القطر. الفقرة دي تؤكد ايه؟ دور العلماء في قيادة الجهاد الاسلامي. نمرة 2، ان الامة كانت تملك سلاحها. الان امتلاك السلاح جريمة، يعرض صاحبه لعقوبة القتل يمكن،
او السجن المؤبد. في 13 قرن من الزمان كانت الامة المسلمة لها حق حمل السلاح وحيازة السلاح، لان حركة الجهاد كانت مستمرة طيلة هذه القرون الطويلة. والذي حرك مشاعر المسلمين لمجاهدة الفرنسيين هو الاسلام. المهم سرعان ما عمت الحركة الجهادية جميع انحاء القاهرة، وانقض المسلمون على مراكز الحراسة وقتلوا من كان بها من الفرنسيين، وتحمس الشعب وتحتلت جموع ابواب المدينة، وقتل ديبوي اللي هو كان حاكم القاهرة الفرنسي، مما دفع الفرنسيون نصب المدافع على تلال المقطم وفوق القلعة، وضرب الازهر وسجن العلماء وصودرت املاك الناس وفرضت الغرامات، وانشئت فرقة من الاجانب المقيمين بمصر لمعاونة الفرنسيين، وكان على رأس هؤلاء المعلم يعقوب القرشي. وارجعوا لكتاب الدولة العثمانية المصرية عشان تدركوا انه الفرنسيون حينما اخرجوا من مصر اصر على الخروج معهم، واصر حينما قتل كليبر ان يقدم ماله لانشاء تمثال تخليدا لذكرى كليبر. هذا هو الولاء لاعداء الاسلام. المهم مع حركة الجهاد الإسلامية في الداخل جاءت قوات من قبل الدولة العثمانية بناء على معاهدة عقدت بينهم وبين الإنجليز في يناير 1799. بعدها توجه نابليون إلى بلاد الشام في فبراير 1799، استولى على العريش وغزة ويافا، وقام بمذبحة بشرية تعرف بمذبحة يافا بعد أن أمنهم على أرواحهم، عشان ندرك أنه زي ما قال ربنا قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أمن أهل يافا على أرواحهم صدقوه وتصوروا أنه فعلا صادق في وعده، بمجرد ما أعطوا الأمان أعمل المذابح في رقاب المسلمين. بل ويذكر في هذه المناسبة أن نابليون أطلق نداء يدعو يهود العالم إلى التجمع في فلسطين لإقامة دولتهم اليهودية، وهذا يؤكد ما ذهب إليه الذاهبون من أن نابليون أصلا فرنساوي أو له أصول يهودية. طبعا زي ما قلت ده جاءت قوات من قبل العثمانيين مع قوات إنجليزية، ودي كانت برضه غلطها السلطان محمود انه يتصور انه الانجليز راغبين في تحرير مصر، وده برضه قلة الوعي. ضعف السلطنة العثمانية، ضعف الخلافة، وصل الى سدة حكم ناس مش فاهمين، قبلوا ان يعطوا ولاءهم للكافرين، صدقوا الانجليز انهم راغبين في تحرير مصر من الفرنسيين، وجاءت قوات انجليزية فرنسية قوات انجليزية عثمانية لتحرير مصر من قبضة الفرنسيين. وقد اثرت فعلا هذه الحركة عن معاهدة بين العثمانيين والفرنسيين انهم يخرجوا من مصر باسلحتهم ويعني على سفن تقدمها لهم الدولة العثمانية. المهم الشاهد طبعا نابليون بونابرت خرج من مصر سرا في اغسطس 1799، عهد الى كليبر بقيادة الحملة. اغتيل كليبر على يد سليمان الحلبي في يوليو سنة 1800. خلي بالكم عشان الناس اللي بيقولوا سليمان الحلبي ما جاء واغتال كليبر الا بدافع حميته الاسلامية، لانه ادرك ان الاحتلال الفرنسي لمصر سيفتح بابا من ابواب الشر على العالم الاسلامي، وسيؤدي الى ضرب الخلافة وتمزيق العالم الاسلامي. بعد كليبر جه واحد اسمه مينو اللي تسمى باسم عبد الله، وتزوج من سيدة مسلمة من رشيد. والعجيبة ان كانت وزارة التربية والتعليم لا ادري حتى الان قد قررت على شبابنا في مرحلة التعليم قصة غادة رشيد التي تخلد هذه الذكرى الفاسدة، ذكر اسلام واحد اسمه مينو فرنساوي، وايضا
صبغ المجتمع بالصبغة الأجنبية وقبول بعض بنات المسلمين من الزواج بأمثال مينو. المهم انتهى الاحتلال الفرنسي سنة 1801، يعني بعد 3 سنين من الاحتلال الفرنسي نجح المسلمون بقيادة علماء الأزهر وبقيادة وبمعاونة العثمانيين وبمعاونة بعض الإنجليز من إخراج الفرنسيين من مصر. ولكن هل خرج المصريين الإنجليز بعدها مباشرة؟ ما خرجوا، لأنهم ما جاءوا ليخرجوا، ولكنهم ظلوا باقيين حتى سنة 1803. يعني الفرنسيون احتلوا مصر سنة 1798، خرجوا سنة 1801. بقي الانجليز في مصر سنة 1803، اجبرهم المصريون على الخروج، رجعوا ثاني في حملة فريزر سنة 1807، طردهم المصريون علشان يرجعوا ثاني سنة 1882. بعد خروج الفرنسيون تولى محمد علي بمعاونة الانجليز حكم مصر. والى الصلاة وبعدها نكمل ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، حسبي في هذا الجزء الثاني من المحاضرة أن نقف عند بعض الأهداف والدروس والعبر من هذا العرض السريع لبعض المسائل التي يجب أن نعالجها في تاريخ الأمة المسلمة مع نهاية القرن 18 الميلادي حتى الآن، تحت عنوان ضعف وانهيار الدولة العثمانية وأثره في محنة العالم الإسلامي. لأن الله سبحانه وتعالى علمنا: لقد كان في قصصهم عبرة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. على أن نعرض بين هذه الدروس لبعض التفصيلات التي تعين على الاستفادة من الخبر. الهدف الأساسي الذي يمكن أن نصل إليه من خلال هذا العرض أن ما يسمى بالهجمة العالمية المعاصرة أو ما يسمى بالنظام الدولي الجديد ليس وليد اليوم أو الأمس القريب، إنما هو يرتبط ارتباطا وثيقا بالهجمة الأوروبية الاستعمارية التي استهدفت ضرب الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم الإسلامي ووضع اليد على ثروات العالم الإسلامي ورد أهله كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحتلال الفرنسي لمصر في فترة من الفترات، للاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان في فترة من الفترات، الاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر والمغرب، ترتبط بالاحتلال الانجليزي للهند باكستان والعراق وعدن ومصر وفلسطين، ترتبط بالاحتلال الشيوعي لتركستان الشرقية وتركستان الغربية وقرقسيا وسيبيريا وغيرها من ديار الإسلام،
هذه الهجمة العالمية المعاصرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحروب الصليبية التي شاركت فيها فرنسا، انجلترا، المانيا، اسبانيا، البرتغال، ايطاليا، النمسا على ديار الاسلام من سنة 492 هجرية 1092 ميلادية الى 1292 ميلادية. وتقترن ايضا وترتبط ايضا او جذورها نلمح ايضا في الغزو المغولي التتاري لديار الاسلام واسقاطه للخلافة في بغداد سنة 656 هجرية. هذه الغزوة المعاصرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحتلال الرومي الذي ظل جاثما على ارض العالم العربي لمدة 7 قرون، الذي ظل جاثما على ارض القدس لمدة 7 قرون. هذه الغزوة ترتبط بالاحتلال اليوناني للعالم العربي لفترات طويلة. إذن ما يسمى بالنظام الدولي الجديد الذي ينطفي ظهر المنظمات الدولية والذي يوظف غالب الأنظمة الحاكمة في العالم لتحقيق مخططاته يضرب بجذوره في حياة الأمة وله أهداف محددة واضحة كل الوضوح. ادرس تاريخ الحملة الفرنسية على العالم الإسلامي، حملات الإنجليزية على العالم الإسلامي، حملات الشيوعية على العالم الإسلامي، الغزو الأسباني البرتغالي اللي داهم العالم الإسلامي في القرن 14 الميلادي. يدرك حقيقة لا مراء فيها أن الغزوة الحالية غزوة عسكرية مقترنة بغزوة فكرية مقترنة بغزوة اقتصادية، بمعنى أنها تستهدف اغتصاب ديار الإسلام وتمزيقها مزقا، مزقهم الله كل ممزق. تستهدف استئصال الوجود الإسلامي من على أرض شبه جزيرة البلقاء. لعلكم قرأتم كتاب فوز طائب عن مذابح البوسنة والهرسك وبه خريطة للعالم سنة 2000 لا وجود للإسلام في شبه جزيرة البلقان فيها، لا مكنهم الله من ذلك. هذه مخططاتهم ولكن الله من ورائهم محيط، لعلهم هؤلاء الذين يقاومون الأرض على أرض البوسنة والهرسك هم الذين سيفتحون رومية إن شاء الله. لكن نتكلم الغزوة المعاصرة تهدف إلى تصفية الإسلام في شبه جزيرة البلقان، في قسيا، في تركستان الشرقية، في تركستان الغربية. تستهدف تصفية الإسلام على أرض مصر، على أرض تونس، على أرض الجزائر، على أرض الصومال، على أرض السودان. سرح الطرف حيثما شئت تدرك آثار هذه الغزوة العسكرية التي لا تتورع عن استخدام أحط وأقدر الوسائل في سبيل إغلال الأمة المسلمة، في سبيل تصفية الوجود الإسلامي. يعني إذن غزوة عسكرية، والغزوة العسكرية كما قلنا وأظن لما نشر عبر الشهر الماضي يؤكد حقيقة لا مراء فيها أن الآن اليهودية العالمية والصليبية العالمية قد اتفقتا على إقامة ما يسمى بالدولة اليهودية بحدودها من النيل إلى الفرات قبل 97 اللي هو الميعاد اللي حدده مؤتمر السلام في مدريد 6 سنوات من 91 ل 97. قال لحلول السلام لإحلال السلام، وهو التاريخ الذي حددوه لإقامة الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات. لا مكنهم الله من ذلك. والذي يقرأ ما نشر يدرك أن الأعداء جادون في تنفيذ مخططاتهم، ولذلك حددوا أيضا بعض الأساتذة بالاستراتيجية أن المعارك القادمة يمكن تكون تاريخها 95. طبعا الناس لما بنتكلمهم يقول لهم اللي بيحصل ده وهتقف العدو مخططات يقول لك لا 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 يا شيخ ماهر مش معقول الكلام ده.
على كل حال نقول عند جهينة الخبر اليقين. ساعتها مش عارف هيبقى عندنا وقت ولا لا، نقول وقطعت جهيزة قول كل خطيب، بس بعد فوات الأوان. كما يحدث على أرض البسمة والهرسة ليس بعيدا من السودان، وليس بعيدا منا، وليس بعيدا عن بقية ديار الإسلام، لا مكنهم الله من ذلك. نحن نتكلم أن العدو اللي بيغزو ديارنا، الذي ضرب خلافتنا، الذي احتل ديارنا وخرج منها وجاء بأناس من بني جلدتنا ليتولوا الأمر من بعدهم وليمكنوهم من تحقيق مخططاتهم، أنه لا زال جادا في تنفيذ ما تبقى من مخططات. غزو عسكري لديار الإسلام، تمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات طائفية. وارجعوا لكتاب جارودي عارفين رجاء جارودي اللي زار مصر؟ كتب كتاب اسمه ملف إسرائيل، والناشر دار الشروق، تحت عنوان التوسعات. ذكر فيه أن التسعينات، يعني العقد اللي احنا عايشين فيه ده، هو عصر تكوين الدويلات الطائفية، وأن اليهود، الكلام اللي بيقوله جارودي ده نقلا عن تقرير نشرته مجلة اسمها مجلة كيفونيم أو كيفوتيم، لأن أنا ما اعرفش عبري، لا أدري كيفونيم أو كيفوتيم بمعنى الاتجاهات، نشر في 19 فبراير 82. التقرير بيقول ايه؟ لا بد من استرداد شبه جزيرة سيناء لما فيها من ثروات ولاتساع رقعتها، وأن هذا يمكن أن يتم في 24 ساعة. ده التقرير اللي فات. وإن الأمر سهل لأن مصر أصبحت جثة هامدة. الله ينتقم منكم يا أعداء الإسلام، ما مصر جثة هامدة، مصر فيها رجال إن شاء الله، رغم الضربات الطاحنة التي توجه إلى العمل الإسلامي، فالعمل الإسلامي بخير. يعني الطبيعة عشان بس يبقى إيه المسألة، إحنا بنحكي ما بنخافش، إنما بنقول معرفة مخططات الأعداء وكيف السبيل للتصدي لهذه المخططات. فقال جارودي إنه التسعينات هو عصر تكوين الدويلات الطائفية، تمزيق العراق إلى دويلات طائفية، وقد كان وضرب العراق، الكلام ده نشر 82، ضرب العراق ومؤسسات العسكرية وتمزيق إلى 3 دويلات نشر في 82. وجارودي قال انه هيتنفذ في التسعينات، وتم التنفيذ فعلا في التسعينات، مزق العراق. ثم قال جارودي ان اليهود يهدفون الى تمزيق مصر، الى تمزيق السودان، الى تمزيق السعودية، الى تمزيق لبنان، سوريا، الى تمزيق ليبيا، اي تمزيق العالم العربي مزقهم الله كل ممزق. العجيب ان هذا المخطط طبعا نشر، وكثير من ابناء جلدتنا يستخفون بنا. بل الحاجة زي ما قلت لحضراتكم انه وكيل النيابة بيقول لي انت بتعمل على اثارة الجماهير لانك تنشر مخططات اعداء الاسلام ضد العالم الاسلامي. قلت يعني مش واجب علينا ننبه الامة؟ يعني احنا ربنا قال لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. مش واجب علينا ان احنا ننبه الامة الى الاخطار المحدقة بها؟ لا ادري، لا، التنبيه جريمة في عرف القانون الآن، جريمة. فإذا عدونا له أهداف أبان عنها ونشرها وهو جاد في تنفيذه، هذا فيما يتصل بالمجال العسكري. نمرة 2 الهيمنة الاقتصادية، ومن أجل هذا ضربت شركات توظيف الأموال، ومن أجل هذا ضربت الزراعة، ومن أجل هذا ضربت التجارة، ومن أجل هذا تباع شركات توظيف الأموال. نمرة 3 هدف فكري يقوم على اول حاجة اللهم صل على محمد ضرب الفكرة الاسلامية او ضرب العقيدة الاسلامية في قلوب المسلمين. نمرة 2 التشكيك في كون الاسلام صالح كنظام صالح لكل زمان ومكان. نمرة 3 إعلاء القيم اليهودية الصليبية. نمرة 4 غزو العقول عبر مناهج التعليم وأجهزة الإعلام لتربية أجيال مسلمة بلا عقيدة. نمرة 5 تجميد إرادة الأمة شايفة الأخطار محدقة بها من كل جانب وهي لا تحرك ساكنة. يبقى إذن المخطط الذي
وضعه الأعداء وجاري تنفيذه الآن ما هو إلا امتداد لمخططات العدو في الماضي. طيب ما فيش عقبات وضعوها في تصورهم؟ وضعوا عقبات. يعتبرون أعداءنا يعتبرون أن اليقظة الإسلامية هي العقبة الكؤود في وجوههم، العقبة الكؤود في وجوههم. ومن أجل هذا جرى التخطيط لضرب الحركة الإسلامية، ضرب حركة الجهاد الإسلامي في كل مكان، ضرب على أرض البوسنة والهرسك، ضرب على أرض أفغانستان، ضرب على أرض طاجكستان، ضرب على أرض كشمير، ضرب على أرض أبخازيا وانغوش، ضرب على أرض أذربيجان، ضرب اليقظة الإسلامية والصحوة الإسلامية في الجزائر، في تونس، في مصر. ليه؟ لأن النظام الدولي الجديد يرى أن اليقظة الإسلامية هي العقبة الكؤود في وجه تحقيق مخططاته. ومن أجل هذا تلمحون الحرب الضارية المعلنة على الإسلام في كل مكان. والعجيب يا ريت لا كانت تعلن من الصليبية العالمية واليهودية العالمية وجها لوجه، إنما تصدر من؟ تصدر أبناء المسلمين في مواجهة بعضهم البعض. يبقى القاتل منا والمقتول منا، السجان منا والمسجون منا، وكله على حسابنا. وهذا أخطر ما في الأمر، ودي الحقيقة تحزن القلب، لأن الحركة الإسلامية الآن من الذي يضربها؟ أبناء المسلمين الذين يرفعون شعار الإسلام. وراء هذا الذي يحدث من؟ أعداؤنا، ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. ولذلك الآن في عهد بطرس غالي جرى الآن تشكيل جهاز أمني تابع للأمم المتحدة ليتابع الأجهزة الأمنية عبر العالم كله وموقفها من الصحوة الإسلامية. يعني القضية مش مجرد توجيه من بعيد، لا، دي متابعة مباشرة للصحوة الإسلامية داخل ديار الإسلام. يبقى إذا أدينا عرفنا إيه هي مخططات العدو، إنها ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب. أيضا من الأهداف التي نسعى إليها من خلال عرض هذا الجزء من تاريخ الأمة المسلمة سلوك طريق المؤمنين الموحدين وأهمية ذلك، وتجنب مزالق الأمم التي عثرت خطواتها على الطريق من خلال التعرف على سنن الله في حياة الأمم، من التمكين للمؤمنين الموحدين وشروط التمكين، وتنحية الذين نكصوا عن حمل أمانة الله وماذا فعل الله به. من خلال هذا ندرك أن الله ما نحانا عن قيادة البشرية، ما سلط علينا الظالمين إلا بسبب أعمالنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نقوص الأمة عن حمل الأمانة السلبية التي عصفت بحياة الأمة. الناس ما قطع كبير منهم يقول لك أنا مالي، لا ينكر، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يدعو إلى الله، لا يسلك طريق أصحاب الدعوات. فأتي النتيجة إنه نتيجة هذه السلبية النقوص عن القيام بالفرائض، إعطاء الولاء للكافرين، أدى في النهاية إلى تسليط الظالمين هي والفردية. سلوك طريق أصحاب الدعوات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تحرير الولاء والبراء، عمل جماعي، دعم لإخوانك المسلمين في كل مكان. هذا يعني لعله بهذا العمل نبرئ بالمثل ويعني نستمطر بهذه رحمات الله سبحانه وتعالى.